السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديليس دو مريم. اليوم ان شاء الله غادي نقدمو كريب مالحين، عجين ناجح 100%، حشوة لذيذة بزاف بواحد الاضافه كتخليها كتجي فيها واحد لوغو لذيذ بزاف. غادي تعجبكم ان شاء الله. شحال ما شكرت في هذه الوصفه هذه الصراحه ما غاديش نعطيها الحق ديالها، لانها فعلا كتجي لذيذه بزاف بزاف. غادي تعجبكم، غادي تعجب وليداتكم ان شاء الله. كنشكر الناس اللي معايا في القناه، ما ينساوش يخليو ليا زر اعجاب، والناس الجدد اللي كيشوفوا القناه لاول مره ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى ان شاء الله الشهر الفضيل يكون شهر خير عليكم يا ربي وعلى الامه الاسلاميه اجمعين. نبداو ان شاء الله في تحضير الوصفه. في مقلاة فوق النار غادي ندير زيت الزيتون، واحد الكميه يعني لا باس بها ديال زيت الزيتون. عندي هنا جوج قطع ديال البصله وجوج فلفلات، قطعتهم مكعبات صغيره. غادي نديرهم فوق النار يتشحروا مع شويه ديال الملحه. غادي نخليهم يتشحروا بجوج حتى يهبطوا يعني وتبدل اللون ديالهم. عاد غادي نضيف باقي المكونات، الملح على حسب الرغبه. بغيتو تبدلوا ما ديروش الفلفله الحمراء، تقدروا ديروا الجزر مبشور ولا الكورجيت مبشوره، حتى هي كتجي زوينه. انا كتعجبني الفلفله واختاريت هذا كلشي الخضر مزيانه، مي هاد المره درت فلفل مع البصله كتجي زوينه، خصوصا مع الاضافه اللي غادي نضيف في الاخر لهاد الحشوه، فالفلفله كتواتى معها. هنا عندي القليل ديال المعدنوس مقطع. درت الكفته تقريبا لحم مفروم، عندي تقريبا 300 250 غرام حتى 300 غرام. كتبقى الحشوه على حسب المول اللي غادي ديرو، على حسب عدد الاشخاص. انا غادي ندير مول كبير، فهاد الحشوه جاتني هي هذيك مع المول ومع الكميه اللي درت ديال الكريب. درت شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره، الابزار، الفلفل الاحمر الحار حتى هو. هنا عندي القليل ديال الكمون، ما نكثرش الكمون باش ما يحيدش ليا الطعم ديال اللوكو ديال الخضر مع الكفته. صافي غادي نخلط المكونات ومن بعد غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال بهارات ديال الكبسه، اللي عنده ديال الشاورما يديرهم، ديال الدجاج يديرهم، كيعطيوها واحد لوكو زوين. صافي غادي نحرك هاد المكونات حتى طيب لينا هذه الكفته وما يبقاش فيها الماء نهائيا، يعني تشرب مزيان. صافي من بعد غادي نحيدوها فوق النار، غادي نديروها في واحد البول، وغادي ناخدو واحد العلبه ديال الجبن اللي فيه الاعشاب والثوم. هنا في فرنسا كاين طرطر، كاين بزاف ديال لي مارك، وفي المغرب راه عندكم الجبن جبلي اللي فيه الاعشاب والثوم. ها هو درت هذا فيه 150 غرام تقريبا، 150 120 غرام ما عقلتش. المهم الصغير، الحك الصغير درته كله. وهذه كتبقى اضافه، ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، ولكن كتعطي اللذيذه لهاد الحشوه هذه، ما كتخليش الكفته تبقى ناشفه. صافي نخليو الحشوه كتبرد ونضيفو ندوزو نحضروا العجين. عندي جوج بيضات 500 ملل ديال الحليب، 250 غرام ديال الدقيق، قليل من الملح، قليل من الثوم بودره، شويه ديال الزعتر وشويه ديال الابزار، وجوج ملاعق كبيره ديال الزبده. غادي نخلط المكونات كلها ما عدا الدقيق غنخليه، والزبده حتى هي ما ديروهاش من الاول، انا درتها ف العجين درت بحال الا تكبتات، ولكن ماشي مشكل عادي يعني ما كاينش شي فرق. صافي هنا غادي نطحن هاد المكونات جيدا. الزبده ما تزيدوهاش في هاد المرحله حتى تبغيو ديروا الدقيق وديروا الزبده. صافي غادي ندير العجين هاد المكونات في واحد
في البول. كما كتشوفوا الزبده راه العجين باينه في الخليط، ماشي مشكل بالحق، ما زعما ما اثرتش على العجين. صافي راه يعني الكميه اللي عطيتكم مضبوطه، كيبقى غير على حسب البيض اللي درتو فقط. اما 250 غرام ديال الدقيق مع نصف لتر من الحليب مع زوج بيضات كتضيفوا الدقيق مره واحده. صافي غنخلط. كما كتشوفوا العجين ما تكونش قاصحه، ما تكونش خفيفه عاديه، وما تكونش قاصحه. غادي نغطي العجين، غنخليها ترتاح تقريبا واحد 20 دقيقه حتى نصف ساعه باش يجينا الكريب ناجح. انا عندي لاباري فاش كنخدموا لي كريب، كدير لي كريب كبار، وانا حاجتي بهم كبار، ماشي مشكل. فاش ما درتوهم مقله كبيره صغيره عادي جدا، حيت في الاخر غتشوفوا كيفاش غندير الطريقه ديالهم، يعني ما غاديش نخليهم صحاح. صافي هنا كنقاد في هاد الماكينه. الصراحه هاد لاباري ديال الكريب زوينه بزاف، يعني كتنفع بزاف كيجيو كبار، وكتعطينا كميه. يعني الا عندكم كميه كبيره ديال العجين دغيا كتوجد احسن من المقله، ما كتلصقش. تقريبا اكثر من عام وانا كنستعملها اكثر، فما عندي فيها حتى شي مشكل. خديتها من اكسيون، ما غالياش، تقريبا شي 20 اورو دايره. صافي هنا غنستمر حتى نكمل هاد العجين ديالي كلها. فاش غنسالي العجين غادي نوجد لا بيشاميل. انا في نفس الوقت اللي كنحضر فيه العجين كان صايب معايا لا بيشاميل عاديه، 30 غرام ديال الدقيق، 30 غرام ديال الزبده، نصف لتر من الحليب، شويه ديال الكوسه والملح والابزار. صافي هنا كما كتشوفوا معايا العجين كيفاش كتجي زوينه بزاف ناجحه. القوام ديالها كيجي هو هذا، كتجي الاستيك، ما كتجيش. ها انتم شوفوا معايا كيفاش كيجيو لي كريب رقاقين. هائلين هاد الكريب هادو الصراحه. هاد العجين هادي ناجحه 100% من المره الاولى. هنا عندي قليل من الجبن المبشور، حكيتو غنضيف القليل من الحشوه، والباقي غادي نخليه حتى نضيفو في الاخر. صافي هنا غادي نخلط هذيك الحشوه من بعد ما بردات. غادي ناخذ الطبق ديال التقديم. خديت مول كبير، يعني كتعطينا كميه كبيره. صافي غادي ندير فيه القليل ديال لاصوص بيشاميل، وغنحاول نوزعها عشوائيا عادي. صافي غادي ناخذ دابا واحد الكريب، وغادي نبداو كنعمرو بالطريقه اللي غتشوفوا معايا في الفيديو. ندير بلاصه باش يبان لكم في التصوير مزيان. صافي غادي نبدا ندير القليل من الحشوه، ما نكترش، ما تكتروش الحشوه بزاف. يعني هانتوما كما كتشوفوا كندير واحد شويه الحشوه صافي، وكنلفوها على هذا الشكل. وغادي ناخذ واحد الموس، وغادي نبدا كنقطعهم قطع صغيره تقريبا، راه كتشوفوا ماشي كبيره. صافي هنا كناخذ العبار باش يجوني قد من بعد. صافي كتبقى عيني ميزاني وكنقطع عادي. هادوك الطريفات الكيك تاع الجوانب هادوك كتعمروا بهم الجوانب، يعني ماشي، حيت الاطراف تيبقاو شويه بحال رقاق خاويين كما غتشوفوا معايا بحال هذه دابا. صافي كتحطوها في وسط منهم ولا في الجوانب، ولا كتملؤوا بهم دوك الفراغات اللي كيبقاو. كنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها ديال الحشوه. هنا جاتني هي هذيك، يعني قد الحشوه قد الكريب اللي درت. كتجي لذيذه هاد الطريقه بالكريب هكا، كيعجبوني بزاف. ولا جربتوهم كي قلت لكم في اول الفيديو غادي يعجبكم شكلا يعني، وحتى في المذاق
زوين بزاف. صافي استمرت حتى كملت الكميه كلها اللي عندي. غادي نضيف الفرomاج وغادي ندير لا بيشاميل. الا جاتكم انها تقالت لكم غادي تضيفوا لها شويه ديال الحليب كما كتشوفوا معايا، هي راه بدات كتقال. غادي نزيد لها شويه ديال الحليب تقريبا غير قليل جدا حتى نرخفوها. ها نزلت الحليب صافي غادي نسرح. وغادي ندخلوها الفرن يكون ساخن غير تحمر لينا من الفوق وصافي، ونقدموها بالصحه والراحه. نتمنى ان الوصفه تعجبكم وبسلام عليكم ان شاء الله في فيديو قادم. وما تنساوش تبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم باش تشجعوني باش نستمر. وشكرا لكم بزاف، بسلام عليكم.